يعني كل الزملكاويه بقى الايام اللي فاتت دولت قاعدين يقول لك يلا الاهلي يروح يلعب البط الكيني والوز الكونغولي والبن الاثيوبي وكل ده وكل ده. يا ماشي، انا راح العبهم، راح العب البط الكيني والوز الاثيوبي اللي انت بتلعبهم بقالك 3 سنين ورا بعض، 3 سنين ورا بعض بتلعبهم برضه. يعني ما تفكرش ان انت فريق توب، يعني تقول لك الاهلي وصل لمركزه الاصلي، مركزه الطبيعي اللي هو مركز تالت. يا باشا انا بقيت 3 مواسم ورا بعض باخد الدوري، انت مركز كام؟ مركز تالت مش مركز لا، انت مركز تالت في 3 مواسم اللي خدت فيهم الدوري ورا بعض. فيعني النبي ما طلعش تتكلم بقى تقول لك تقول له الكونفدرالية بطولة مش بطولة قوية ومش اه يا عم، هي مش بطولة قوية ومش البطولة اللي الأهلي يتمناها. وهي كده قسما بالله في بعض الأهلاوية يتمنوا إن احنا ما نشاركش في البطولة، بس نتمنى نشارك باللعيبة الشباب، يعني ادي الثقة للعيبة الشباب في البطولة دي. دي بالنسبة لنا بطولة ودية، اه يا عم بالنسبة لنا بطولة ودية. البطولة دي اللي انت بقالك من اسبوعين بالظبط، من اسبوعين بالظبط كنت بتعيط عليها، كنت بتعيط عشان خسرتها من اتحاد العاصمة في وسط ارضك، في وسط جمهورك. اتحاد العاصمة اداك على قفاك، اداك على قفاك وخد منك البطولة في وسط ارضك. البطولة اللي انت خسرت من ستيلنبوش، خسرت من زيسكو، فمن ده ما ينفعش تتكلم بقى. زيسكو وستيلنبوش كانوا بيدوك على قفاك رايح جاي. في البطولة دي البطولة أضعف، البطولة أضعف في القارة، اه يا عم البطولة أضعف في القارة، من غير كلام أضعف في القارة. ونتمنى من إدارة النادي الأهلي تتحرك عشان تلعب بحقها إنها تشارك في أفريقيا بدل الزمالك، عشان أنت المفروض ما تحصلش على الرخصة الأفريقية وأنت عليك إيقاف قيد وعليك ديون لأي لاعب لمدرب في أي مكان، المفروض ما تشيلش عندك ديون. بس طالما في اتحاد كورة وفي هنا أبو ريدة الفاسد كمان مرة، طالما ده موجود خلاص عارف أنت تشارك في أفريقيا. بس لازم إدارة الأهلي تتحرك بكل جدية وتصعد الموضوع أكبر وأكبر عشان تحصل على حقها. ومفيش واحد زملكاوي يطلع يقول تتحرك ليه؟ الاهلي ماله؟ الاهلي ماله؟ لان ده حق الاهلي. انت الموسم اللي فات اتحركت مع بيراميدز عشان الدوري يروح لبيراميدز، رغم انت ما كنتش منافس في الدوري، كنت مركز ثالث، كان فرق 11 نقطه ما بيني وما بينك، فانت ما كنتش، لو الاهلي يا عم كان خسر من 3 نقط ما كنتش هتستفاد حاجه انت. وتحرك ورغم كده انت اتحركت ليه؟ ما انا ما اعرفش. يا عم انا راح العب البط الكيني والوز الكونغولي والبن الاثيوبي والجاموس البقري وكله، راح العب كل الحيوانات هناك ما مالكش دعوه. ماشي. رغم انها اضعف بطوله برضه وتظل اضعف بطوله، البطوله دي ما مشيتش فيها غير مره واحده في تاريخي وكسبت البطوله. يعني مره واحده في تاريخي كسبت البطوله كانت موسم 2014 لما لعبت افريقيا خسرت في دور التمهيدي وقمت رايح البطوله، يعني ما رحتش مباشر كده. انا كنت في افريقيا خسرت دور التمهيدي وقمت رايح على طول. وبعدين يا عم انا رايح اشارك في الكونفدراليه. طب ما انت يا زملكاوي بقى ابعت لي بقى معلومات عن الكونفدراليه، بقى 3 مواسم فابعت لي معلومات بقى، يعني عن البط الكيني ولوز الكونغولي ابعت لي معلومات عنهم، وعن زيسكو وعن ستيلنبوش محدش كان يعرفه اصلا اللي كسبك فيه. فابعت لي معلومات والنبي عنه عشان ابقى داخل البطوله كده معايا معلومات منكم عنه. انا اعلام الزمالك ده غريب، وطلع دلوقتي يقول لك بطوله الكونفدراليه مش البطوله الاقوى. انت من اسبوعين كنت بتعيط بدموع عليها، بتعيط بدموعك عليها على الهوا، دول خرجونا من القارة، خرجونا من القارة. يا ابني انت اصلا المفروض ما تشاركش في افريقيا الموسم ده ولا عشان الديون، بس طالما في اتحاد كورة في هنا ابو ريدة اللي هيساعدك. ايوه كلمة معنى هيساعدك عشان تشارك فيها بقدر الامكان، زي ما سألتك قبل كده 100 مرة. يعني خلاص. هنا ابو ريدة اكبر دليل ان هنا ابو ريدة ما رضاش يتحرك ولا اتحاد الكورة رضى يتحرك يوم اما الاهلي كان بيلعب الوداد في النهائي موسم 2022 اللي البطوله اتلعبت في المغرب، كلنا عارفين الاحداث والظلم اللي الاهلي تعرض له ان البطوله اتلعبت في ارض المنافس وخسرت البطوله. فين بقى اتحاد الكره؟ اتحاد الكره فيها يبقى الاهلي بعت خطاب ان هو البطوله يجي يستضيف هنا، لو يحاولوا يقدروا يستضيفوا النهائي ما رضوش يتحركوا، خبوا الملف وعنوه ما رضوش. وماتش الترجي ما رضيش يساعد جمهور الاهلي انه يحضر في ماتش الترجي اللي فات، كان هيبقى دافع معنوي ما رضيش يحضر يخليه يحضر. واكبر دليل ان السوبر الافريقي الاخير اللي بيراميدز كانت مشاركه فيه انت كاتحاد كوره جبته هنا، استضافه النهائي السوبر هنا. فازاي بقى؟ ازاي بقى اتحاد الكوره بقى؟ ازاي اتحاد الكوره مصر ينفع تستضيف سوبر افريقيا ما ينفعش تستضيف نهائي دوري ابطال افريقيا؟ مش قال ده برضك من مصر ولا ايه بالظبط؟ يعني اتحاد الكوره بيساعد مين برضه؟ مش عارف يعني. وما تنسيش المتابعة واللايك والسلام.